بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم متابعي قناه ياسمين اليوتيوب واخبار النجوم. حديثنا النهارده عن فنان رائع، عن زعيم عربي عصر الجيل الذهبي، جيل الفنانين اللي كانوا بيقدموا لنا اعمال رائعه جدا من بدايه الستينات والسبعينات لغايه دلوقتي، وعصر كمان الجيل الحالي. يعني النهارده حديثنا عن فنان اعطى الاعمال الفنيه وكان مشواره الفني حوالي 60 سنه واكتر. حديثنا النهارده عن فنان نال جائزه جوي اووردز وما حضرش لاستلام الجائزه، ولكن سجل صوته إهداء لجمهوره اللي بيحبه في مصر والوطن العربي. اللي قدر يقدم خلطة ويجمع ما بين السياسة وما بين الكوميديا وما بين الرومانسية وما بين كمان القضايا الاجتماعية. حديثنا النهاردة عن الفنان الرائع عادل إمام. ازاي جاي؟ في البداية بنقول له كل سنة وهو طيب، وبنقول طبعا بمناسبة السنة الجديدة، وبنقول له كمان ألف مبروك على الجايزة، وبنتمنى له دوام الصحة والعافية. هنسمع النهاردة مع بعض صوته اللي سجله وسمعوا كل الحضور أثناء استلام الجايزة، وطبعا من خلال صوته ده اطمنا عليه. والحقيقة قال كلمة مؤثرة جدا هنسمعها النهاردة مع بعض، وهنسمع كمان كلمة رامي إمام ومحمد إمام ولاده وهم بيشكروه وهم بيتكلموا عنه. وطبعا الشيء ده، وطبعا الكلمة دي كانت مؤثرة جدا، تسببت في بكاء كل الحضور من الفنانات زي ليلى علوي ويسرا وغيرهم، وكمان أثرت جدا في قلوب كل اللي هيسمعها. وتعالوا مع بعض بقى دلوقتي نسمع ونشوف كلام رامي ومحمد عن الفنان عادل إمام، ونسمع كمان صوته ونرجع نتكلم مرة تانية. أنا زيكم بالظبط، ماشي جنب الحيط. أنا اسمي حسن بهلول وعندي معلومات كثيرة تهم الأجل. أنا جاي أخدم واحد صاحبي بس، وعارف فلوس تاني. مش أي قضية يا علي، ده قضية بلد. كلمة ياضا حقالك. مش فاتح نوفل اللي هيكون كان فيه ده ناس تانية. شفت في الحلم إن المصنع هيتحرق بكرة الساعة 10:30 بالليل. مرة أنا قاعد في المسرح لقيت واحدة مديرة مسرح قالت لي تيجي تعمل دور. فرحت لك جدا بس يعني انت خدت الحكايه جد ولا ايه؟ انا حاسس بالسعاده. هتقولي ليه؟ مش عارف. أشكركم وكل إخلاص ومحبة لحضراتكم. ربنا يخلي أيامكم كلها سعادة. أنا بحبكم كتير كتير كتير. انا عايز اتكلم عن ابويا كأب، يعني قد ايه انك تكون فنان ناجح، انك تكون فنان كبير صعب، لكن من الاصعب ان تكون اب ناجح وكبير. عادل امام ربانا كما يجب ان يربي الاب ابنائه. شفنا الكلمة اللي قالها الفنان الرائع عادل إمام. الحقيقة الحمد لله أولا إن احنا اطمنا عليه، ولكن بنقول له كمان في الفيديو النهاردة ألف مبروك على الجايزة، وبنقول له إن أعماله ما زالت وستزال طبعا في ذاكرتنا وفي قلوبنا، وكمان إفيهاته الجميلة اللي حبانا بيها العمر كله هتفضل لأولادنا والأولاد أولادنا كمان يحبوها ويرددوها ويسمعوها. قدر إن هو يقدم لنا خلطة متميزة كده ما بين الأعمال اللي بيقدمها لنا واللي بيقدم فيها القضايا الاجتماعية والقضايا السياسية والقضايا الرومانسيه من خلال افلامه اللي قدمها خصوصا في فتره الثمانينات والتسعينات، وكانت افلامه بتعتبر من اعلى الافلام او حققت اعلى الايرادات في شباك التذاكر من خلال السينمات في الثمانينات والتسعينات. وقدم حوالي 126 فيلم و16 مسلسل و11 مسرحيه. كمان قدم لنا عمل اذاعي مع الفنان الجميل الله يرحمه العندليب الفنان عبد الحليم حافظ. الفنان عادل امام من مواليد 17 مايو عام 1940. الفنان عادل امام والده كان بيعمل شاويش في الشرطه، ورباه هو وعصام اخوه واخته ايمان ومنى على طبعا على الاخلاق الحميده الاسره وعلى حب الاسره، علشان كده هو ورث الموضوع ده لاولاده. والحقيقه قدر ان هو يكون فنان ناجح كمان، وقدر ان هو يكون كمان اب ناجح جدا زي ما قال رامي ومحمد.
الفنان عادل إمام دخل كلية الزراعة، وطبعا اتنقل من حي السيدة عائشة اللي اتولد بيها إلى الحلمية. وطبعا أثناء وجوده في كلية الزراعة بدأ يمثل ويمارس حبه للفن من خلال مسرح الجامعة، وبدأ يقدم بقى هو والضيف أحمد طبعا بعض المسرحيات، وبدأ يقدم من هنا أعماله الفنية. وكانت بدايته في مسرحية أنا وهو وهي، ولكن هو راتبه كان حوالي 10 جنيه، وده ما منعوش ابدا ان هو يكمل في طريق الفن اللي بيحبه. وبدا ان هو يقدم لنا بعض الادوار اللي كانت تعتبر ادوار ثانويه في البدايه. قدم لنا فيلم مراتي مدير عام، وقدم لنا كمان فيلم لصوص ولكن ظرفاء، وبدا يقدم الادوار الثانويه، وبدات طبعا يحفر اسمه بحروف من ذهب. وبعد فتره الناس كلها بقت عارفه مين هو عادل امام، وقدر يقدم اعمال سينمائيه كتيره جدا زي ما قلنا، وقدر كمان يقدم مسرحيات رائعه جدا. وكان اخر الاعمال الفنيه اللي قدمها لنا هو فيلم زهايمر، واللي نجح نجاح هايل. واما الاعمال الدراميه كان اخر عمل درامي ليه مع الفنانه الجميله دلال عبد العزيز الله يرحمها كان مسلسل فالنتينو. وطبعا الجمهور بعد اخر عملين دول انتظروا ان عادل امام يرجع لنا مره تانية ويكمل طبعا اعماله الفنيه. وكان دايما طبعا عصام اخوه بيقول ان هو هيرجع من خلال عمل فني هيكون من انتاجه هيشاركوا فيه الفنان محمد امام ابنه، ولكن احنا انتظرنا كتير وما حصلش دوا. وعلشان كده الجمهور طبعا كان قلقان جدا على عادل امام، لكن كانوا بيخرجوا اولاده كل فتره وبياكدوا لنا ان هو كويس. واخيرا طبعا سمعنا صوته واطمنا عليه، واكدوا اولاده ان هو بيقضي وقته كله مع احفاده في فيلته بالمنصوريه. وعلشان كده الحمد لله ان هو طبعا بخير. كل اللي يهمنا ان هو يكون بصحه جيده، ويكفي رصيد اعماله الزاخر الجميل اللي هيبقى في قلوبنا دايما، واللي قدمه لنا واللي لغايه دلوقتي لما بنشوفه طبعا بنضحك من قلوبنا. وكمان بيقدر ان هو يبكينا برضو من قلوبنا، زي دوره في جمعة الشوان وزي في فيلم سلام يا صاحبي. يعني من الاخر الفنان عادل امام فنان شامل، قدر ان هو يوصل لنا ويقدم لنا رساله جميله ورساله ساميه الحقيقه من خلال فنه، وحفر اسمه بحروف من ذهب. في نهايه الفيديو النهارده بنقول للفنان عادل امام الف مبروك على الجائزه. عايزاكم تكتبوا في نهايه الفيديو النهارده كلمه للفنان الرائع عادل امام، الزعيم في مصر والوطن العربي، زعيم الفن. بشكركم طبعا لحسن الاستماع ومشاهده الفيديو. انتظرونا ان شاء الله في حلقه اخرى من قناه ياسمين اليوتيوب واخبار النجوم. انا زيكم بالظبط، ماشي جنب الحيط. انا اسمي حسن بهلول وعندي معلومات خطيره تهمني. انا جاي اخد واحد صاحبي بس، وعارف الاستاذ مش اي قضيه يا علي، ده قضيه بلد. كلمه هذا حقله مش فاتح له في اللي بيحكم تمشي في الناس تانية. شفت في الحلم ان المصلحه هتحرق بكره الساعه 10:30 بالليل. مرة أنا قاعد في المسرح لقيت واحدة مديرة مسرح قالت لي تيجي تعمل دور. فرحت لك جدا بس صار اتخذت الحكاية جد ولا إيه؟